تحليل رائع. طيب أستاذ عفيف، أستاذ عفيف، تفتح المايك؟ أيوة تمام. تحياتي لكم. أهلا عادة بك. عم بتشائب كل مرة أنا أكون بآخر تقريبا المتكلمين، فعم يظلمني الوقت. لا، المرة الجاية إن شاء الله من ضمنك ضمن الأوائل إن شاء الله. تفضل. ساري للغالي. بحجز من هلأ للمرة الجاية. طيب، تمام. آه، الرواية تحمل ولو بشكل بسيط إشارات ومدلولات إلى أبعاد سياسية ووطنية واجتماعية عن تلك الفترة الزمنية اللي تناولتها بلغة بسيطة، زاوجت بين الفصحى والمحكي. بين الحجة هنا شاهد عيان، استطاعت الكاتبة أن تقدم لنا أشبه بالوثيقة التاريخية لهالفترة، وجهدت للإحاطة بكامل تفاصيل الحياة اليومية، وكيف أنه المرأة الفلسطينية تعمل كتف إلى كتف مع بجانب الرجل بسبيل تأمين لقمة العيش. أشارت إلى نوع من التمييز في الحقوق وأفضلية التوظيف بين المواطن العربي المهاجر المستوطن، وهذا اللي صرح فيه فارس لما قال للحج هنا إنه في عمل متاحة بس أسماء المهاجرين الروس واللي اجوا من أوروبا للاستيطان بيكونوا عادة بأول اللائحة، والشاب العربي اسمه بآخرها. كذلك أشارت لمحاولة العدو طمس التاريخ العربي لفلسطين من خلال تغيير المناهج التعليمية بالمدارس، وهذا اللي حاول المعلم مروان والد فارس التصدي لما لاحظ معظم الكتب المعتمدة للتدريس قليل ما بتدافع عن العرب وتاريخهم وأدبهم، بس كلها بتتضمن الحديث عن أدباء يهود وتاريخ الدولة العبرية والبطولات الوهمية لليهود. أمام هالتشويه ومحاولة طمس التاريخ، قرر مروان أنه يعلم تلاميذته شو بيتيسر له من تاريخ فلسطين أرض الآباء والأجداد، خاصة أنه هؤلاء التلامذة شيء معلم من معالم. بسياق متصل تبرز الكذب من مظاهر التخاذل والخنوع اللي امتاز فيه بعض المستفيدين والملتحقين بالعدو. من هؤلاء كان مختار قرية برطعة اللي حاول انه يثني مروان عن المضي بمهمته التوعوية، متهمه بالكفر والإلحاد على اساس انه منتسب للحزب الشيوعي وعم يعلم الاولاد الكفر. بيقول له مجد البلا ووجع الراس، بدك خلي وجع الراس إلك لحالك، ما تلعب بالنار. عملنا ندرس اولادنا الشيوعيه ونعلمهم الكفر، واللي بياكل من خبز السلطان بده يضرب بسيف. باخر الروايه بتشير للشرذمه وتقطيع اوصال الوطن الفلسطيني من خلال ما ابرزته حول ما تعرضت له قريه برطعه وشطره لقسمين اردني واسرائيلي تحت الحكم الاسرائيلي، علما انه هن اخوه واولاد من عائله واحده. اشارت الروايه للعنف الحمية اللي يمتاز فيها الشباب الفلسطيني لما أوردت تصدي فارس لمحاولة التحرش والاعتداء اللي تعرضت لها حورية من قبل المستوطن ديفيد. كمان أشارت للبعد القومي والعربي عند الشعب الفلسطيني من خلال تعليق الآمال على الزعيم العربي آنذاك جمال عبد الناصر، وكيف أنه الكثير من المواليد سموهم جمال أو ناصر، مثل ما عملت عبد اللي لما سمت ابنها جمال وجوبهت باستنكار من الموظفة بالمستشفى وقالت له روخي من هون، روخي سميه هناك عند ناصر. أبدعت بتوصيف المأساة والمذبحة ومعاناة الأهل نتيجة ارتكاب هالجريمة، كذلك بوصف ممارسات الجنود وتصرفاتهم وشرفائها من أعمال التنكيل بشكل مؤزز للوحشية. تم إعدام 49 شخص من الرجال والنساء بدم بارد لما رجعوا من العمل وارتقوا شهداء إلى السماء،
واستحقوا بجدارة العنوان اللي تعنونت فيه الرواية طيور المساء. عاشت القرية بمأتم كبير تساوى الجميع فيه بالمصاب والحزن، ولكن هذا ما بيمنع من انتصار ثقافة الحياة على ثقافة الموت. فلسطين بيؤمن بثقافة الحياة، والشهداء هي عند ربهم، على عكس الإسرائيلي اللي بيعتد ثقافة الموت والقتل. وكما مثل ما قال مروان، بعد اليوم لن نحيي ذكرى المجزرة بالبكاء والرث، ولن نتذكر شهداءنا بالدموع، بل سنمضي قدما في طريق الحياة. أولاد الشهداء وأحفادهم هم عرسان يستحقون أن نزفهم بفرح. لهالسبب كان الاقتراح بتنظيم العرس الجماعي بعدد شهداء، فالشهيد هو عريس الأرض اللي رواها بدمه. ختاما، في بعض الملاحظات على هامش الرواية واللي بشوفها أنها بتشكل قضايا إشكالية وجدلية، وهي بيفهم منها وكأنها إقرار بشرعية الوجود الإسرائيلي من خلال الدعوة للتعايش بين الشعبين في دولة واحدة. الدعوة اللي ظهرت بكلمة عريف الحفل اللي جاء فيها للتعايش العربي، نعم، للعيش بأمان دون كراهية وعنف. جاءت قوى السلام اليهودية لتتضامن معنا، وإن كانت دعوتهم تمت بصفتهم أعضاء بحركة يهودية تؤمن بالتعايش وبالدين ظاهرا التصرفات الحكومية. أيضا كانت لافتة الصداقة اللي نشأت بين مروان وصديقه اليهودي عزرا تحت ستار الانتساب المشترك للحزب الشيوعي الإسرائيلي. الأمور هذه وين صحيحة وقال، لكن من المستحسن عدم الاتيان على نبقى على المعاناة والمظلومية الفلسطينية راسخة بالأذهان بدون ما نشتتها. أثبتت عقمة لناحية إمكانية التعايش والانصهار بدولة واحدة مع شعب محتل وغاصب. أخيرا، رواية طيور المساء لما تله من حقائق تاريخية توثيقية جديرة تحفظ في كل مكان ليتسنى للأجيال معرفة ولو اليسير من تاريخ بلادهم. يعطيكم ألف عافية. شكرا سيدنا. يعطيك العافية، يعطيك العافية.